تعبت اهلي، تعبت ناسي، تعبت كل شيء، تعبت صحابي، تعبت صحتي وكذا. شكرا. خلص بحب يخلص اللايف هيك، ما بحب تصير فتنة بيني وبينه، تصير شتم وكذا ودراما. بس اللي يتلاقى معاه الناس اللي جنبه، أهله، خاصة أهله، زي ما جيتوني وزي ما أنا بعزكم، ما أهله ولا رنوا علي. أنا أهله ما خيوينكم، مش خطبتوني من الأول، طيب طلقوني، ما فهمت شو أعمل. زي ما ولا هيك رح تظل قضيتي مفتوحة لمدى الحياة. إذا ما نزل ميكس على تونس قضيتي رح تظل مفتوحة لمدى الحياة، وهي سببها زواجي. الزواج السريع والله. عادي خليه يكون درس لكل بنت. فكري قبل ما خليني أنا أكون درس إلكم. يا أخي بتمنى إنه يطلع معاي قدام الناس عشان نسكر كل شيء. والله بتمنى بلا ما هو يطلع يرد وأنا أطلع أرد. والله بتمنى إنه يطلع معاي إذا موجود، وإذا أنا ظلمته يحكي، وإذا أنا غلطت في حقه يحكي ويقول كل شيء قدام الناس. والله بتمنى هذا الشيء. إذا إنك موجود في لايفي رن علي هسه واطلع جيست. إذا أنا غلطت في حقك، إذا أنا ظلمتك، إذا أنا إذا أنا بيني وبينك رسالة شتم، إذا أنا غلطت في حقك، جد يا ميكس إنك تطلع معايا جيست هسه. ما راح أقول لكم ما راح أرد وكذا، لأنه ما لقيت كان السوشيال ميديا ترد لي. والحمد لله هسه حتى نورشين كانت تحكي لي قبل شوي، كنا في السيارة، قالت لي ضحى ما تطلعي تردي. قلت لها خيتي حبيبي الحمد لله أنا كنت والله الحمد لله صرت مشهورة. أنا اللايف هو الوحيد اللي طلعني من ما لقيت شو، ما لقيت ولا حل. ومساك اللي عندهم عايشين ظرفي ومش لاقين هيك حل ولا مش لاقين شيء. والله إحنا عندنا ممثلة تونسية قعدت 40 سنة حتى طلقت. بقولها لك مستنجب عائلته. إذا إنكم تشوفوا وتخافوا الله فيني وتحبوني زي بنتكم، خلصوا الموضوع. خلص الموضوع يا ابن الأصول، يا ابن الناس، يا النشمي. مسامحتك على كل شيء، وإذا غلطت في حقك اطلع قول. إذا عندك إشي أنا غلطت لك في حقك اطلع قول. أوكي زمان طلعت أبكي وأنا مطلقة، يعني خلص نقطة ضعف وما لقيت ولا حدا فضفض له. طلعت وحكيت وكذا، وهسه رح يطلع، ومرة الجاية رح يطلع. دي هي بنت السوشيال ميديا، حبينا ولا كرهنا. وبرجع أقول شكرا للأردنيين، شكرا كثير 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 للشعب الأردني. يعني جد قسما بالله اللي شفته هاليومين ما شفته في حتى ولا بلد. شكرا لأولاد بلدي كمان اللي قالوا لي إيه تعالي وإحنا بنقدر نساعدك كذا وكذا وكذا. عندي ثقة في القضاء، عندي ثقة في كل شيء. ويا ميكس لو مش موجود بلوك كان كلمتك، ما بطلع اعمل لايف. انت سكرت علي انت طلعت لايف وعملت لي بلوك من كل مكان، ما عرفت كيف اتواصل معك، كيف اعمل لك. خلينا ننهيها بالصلح. قصتنا كانت قصة حلوة، كنا حبينا بعض، خليها تنتهي بالصلح. انا مسامحتك في كل شيء. انا ما بدي منك نفقة، انا ما بدي منك ولا شيء، بس بدي منك نطلق زي ما تزوجنا، زي ما جيتني تونس نطلق. وبتمنى لك كل الخير، ومستحيل اعمل لك ولا ضرة شر. ضحى مستحيل تشوف منها ولا ذرة شر، ولا ذرة شر، مستحيل. إذا أنا ضريتك في شيء اطلع وقول ضحى ضرتني في شيء. بتمنى لك الخير وبحبك كثير وبتمنى لك كل الخير، بس إنك تسوي هالخطوة. هي الخطوة اللي عذبتني ووقفت لي حياتي. تونس والأردن نسويها مع بعض، تفيد. هو ياخذ أسبوع الوقت من تونس لهون وتنتهي علاقتنا، يعني جد حلوة تصير. أما كأنك تخليني في المفتوح وانت عايش وطاش ومن مكان لمكان. يعني أهلي والله ما علمهم ولا حدا علمه ولا حدا راضي باللي قاعد أعمل فيه، بس أتحمل مسؤوليتي أنا وأنا جاهزة. وإذا بده يقدم قضايا التشهير خليه يقدم. أنا ما غلطت عليه كمان، يعني ما غلطت على أهله، وأهله على العين والراس، وأهلي على العين والراس، وكل الناس على العين والراس. بس خلوها لو يصير عليه شوية ضغط إنه يطلقني بالطرد، أنا راضية في تونس والأردن وتنتهي القصة حلوة كتير. شوف حياته وأنا نشوف حياتي. بس هاي الشغلة اللي بتمناها منكم وبستنتجها، أنا بطلبها من المتابعين تبعي. خلص
بحبكم كثير، وديروا بالكم على حالكم. واذا انا شفتوني غلطت في حقه بالله يقولوا لي، عادي الانسان يغلط، عادي الانسان يتعلم من نورشين. انت كمتفرج شفتيني انا غلطت، عادي حتى لو انا صديقتي، عادي كلمة حق. قد ما تكوني غلطتي يعني قد ما تغلط ما اوكي. الغلط الوحيد اللي في عيون ماكس انه انا طلعت لايف يوم بعد طليقي وكذا، هو شافه تشويه سمعة بس انا ما لقيت ولا حدا وقتها استنتج بيه وكذا. بالنسبة لباقي كل ما غلط في حقك بتمنى لك كل خير، بطلب منك هدول الطلبين في الأردن، حتى لأنه الناس ترى أنا بحس ليش والله صرت أطلع جاستيت يقولوا لي وين أنتي، بصير أستحي أقولهم في الأردن. ما تحبوا الصح، بصير أستحي أقول في الأردن، صرت أستحي، ما عاد خلي بجيها بعد 2 3 أوكي، بس هسه يقولوا لي وين أنتي، صرت بقول في الأردن جاي شغل.